were stolen from a bug museum. في ليلة من الليالي أو يوم من الأيام أو يمكن ساعة من الساعات في سنة 2018 في فيلادلفيا سلقتين لمخة في الكلام. في سنة 2018 في فيلادلفيا صحي متحف على صدمة العمر، سرق منه حوالي 7000 كائن حي، بس مش أي كائنات حية، دول كانوا حشرات وعناكب وسحالي وعقارب، قيمتهم تقريبا 50,000 دولار. واللي قام بالجريمة دي بقى اللي منك يا سيدي عمال المتحف نفسهم. الكاميرات بقى جابتهم وهما بينقلوا الغنيمة دي في عربيات لمبنى تاني، والسرقة دي خدت منهم 5 أيام كاملة، يعني كانوا بيتعاملوا معاهم كأنهم بيوضبوا متحف جديد، مش بيسرقوا حشرات يعني. وقالوا لك بقى إن هما كانوا عايزين يبيعوها في السوق السوداء، معلش أصل الحشرات مربحة واسمع مني وما تراجعش ورايا. العملية دي اعتبروها من اكبر عمليات سطو الحشرات البحريه الكائنيه. العمليه دي بقى اعتبروها من اكبر عمليات سطو الحشرات الحيه في التاريخ، وده بقى لانها مش حشرات عاديه خالص، دي بقى يا سيدي انواع مميزه جدا من الحشرات، لدرجه انها الهمت سلسله وثائقيه مشهوره جدا اسمها بوج اوت. السلسله دي استكشفت القصه كامله بما فيها الصراعات بقى اللي كانت جوه متحف الحشرات والعالم الغريب لتجاره الحشرات الغير قانونيه. والله كبرتوا الموضوع يا شباب، احنا عندنا بنضربهم بالشبشب.